تخيل معايا كده قاتل بيقتل الناس في صمت، ومش بس كده، ده كان بيبعت رسائل للشرطة يقول لهم انا اللي عملت كده، وهسيب لكم جنب الضحية لغز لو حلتوه هتمسكوني. ده كان السفاح زودياك، السفاح الغامض اللي أرعب أمريكا كلها في الستينات. زودياك كان بيسيب ضحاياه وراهم رموز وألغاز، وكان بيبعت للصحف شفرات معقدة وبيقول لهم لو عندكم الجرأة حلوا الألغاز دي واعرفوا أنا مين. مفيش حد عرف يفك رسائل زودياك بالكامل، والأغرب إن هو دايما كان سابق الكل بخطوة، وكان بيختار ضحاياه بعناية كأنه بيحرك قطع شطرنج اللي هو أصلا حاطط قواعدها. محدش شاف وشه ومحدش عرف صوته، وحتى لما اختفى محدش عرف ليه، وكأن الأرض بلعته. تفتكر زودياك كان سفاح عادي ولا كان وراه سر أكبر بكتير؟ والرموز اللي كان بيسيبها هل كانت مجرد تحدي ولا كانت رسالة أعمق من إن أي حد يقدر يستوعبها؟ لو فضولك بيحب الغموض اعمل لي فولو، عشان عالم السفاحين مليان أسرار محدش يقدر يفهمها.